تخيل معايا اتنين مبرمجين في نفس الشركه، الاتنين عندهم نفس التايتل، الاتنين فاتحين نفس الاديتور، الاتنين شغالين بكوبايلوت او كيرسور او حتى تشات جي بي تي. واحد منهم سايب الاي اي يكتب له كل حاجه، مش فاهم هو بيعمل ايه، طالما المشروع بيرن يبقى تمام. اول ما بج غريبه تظهر او فيتشر جديده تحتاج تعديل في اركتكتشر، تلاقيه واقف قدام الكود كانه اول مره يشوفه. ده اللي بنسميه الفايب كودر، باين انه مبرمج بس من جوه مش ماسك اي حاجه. اما التاني بيستخدم نفس الادوات بالظبط، بس هو اللي بيقسم المشكله، هو اللي بيفكر في ديزاين، والاي اي معاه كمساعد قوي يسرع في كتابه الكود، يقترح حلول، يريح دماغه في الحاجات المكرره، بس عمره ما بيسلم له دماغه بالكامل. بعد سنه مين فيهم الشركات هتتمسك بيه ومين اول واحد هيستغنوا عنه؟ لو انت حاسس ان الفتره اللي فاتت كل الكلام عن الذكاء الاصطناعي هيستبدل المبرمجين، خلي الاي اي يكتب لك المشروع من اوله لاخره، ومش عارف تعمل ايه، تكمل مذاكره عادي ولا تسيب كل حاجه وتعتمد على الادوات دي؟ فالفيديو ده هو الخلاصه لكل الكلام ده. السلام عليكم، انا طارق العبد، وهنا بنسهل عليك طريق اول شغلانه برمجه. في الفيديو ده مش هنتكلم عن ترند، ولا هنقعد نقول شعارات بقى من نوعيه لو ما استخدمتش الاي اي مش هتلاقي شغل، او لو استخدمته خلاص مش محتاج تتعلم برمجه. انا هوريك عمليا يعني ايه اصلا البرمجه بالذكاء الاصطناعي بشكل محترم، ايه الحد الادنى اللي لازم تكون فاهمه قبل ما تعتمد عليه، ورك فلو حقيقي تستخدم فيه الادوات دي جوه مشروع من غير ما تبقى فايب كودر، وازاي تحمي نفسك من الاخطاء اللي بتخلي ناس كتير تبان ضعيفه قدام اي شركه. وفي الاخر هسيب لك كده خطوات واضحه تمشي عليها من بعد الفيديو، تعرف بيها انت واقف فين دلوقتي، وطبعا تعرف ازاي تبني نسخه من نفسك قادره تشتغل مع الاي اي مش تتبدل بيه. يلا نبدا من الاول خالص. هو ايه اصلا البرمجه بالذكاء الاصطناعي، وايه اللي حصل في شغلانتنا كمبرمجين؟ لو فاكر ان البرمجه بالاي اي يعني بس تول بتكمل لك السطر، فانت فايتك كتير. اللي حاصل دلوقتي ان كلمه اي اي في البرمجه بقت بتستخدم على كل حاجه، حد بيستخدم تشات جي بي تي بس، حد فاتح كوبايلوت، حد شغال على كيرسور كاديتور كامل، حد تاني لسه شايف ان كل ده مجرد اوتو كومبليت متطور. بس خلينا نرتب الدنيا شويه. اول حاجه، عندك نوعين رئيسيين من الادوات دي. اول حاجه تشات بيست تولز زي تشات جي بي تي والحاجات الشبيهه ليه، دي بتتعامل معاها زي شخص قاعد جنبك تساله اشرح لي المفهوم ده، قارن لي بين الطريقتين دول في التصميم، اديني مثال بسيط بدارت ولا جافا ولا جافا سكريبت، فكر معايا ازاي اقسم مشروع مثلا بيعمل حاجه معينه لموديولز. دي مش مرتبطه باديتور محدد، هو بيساعدك في الفهم والتخطيط وتجربه افكار مختلفه، وطبعا ارخص. رقم 2 الاديتور اسيستنس زي كوبايلوت، كيرسور، كوديوم، وكمان كلود وغيرهم. دي بتعيش جوه الاي دي اي بتاعك، بتكمل لك السطر وانت بتكتب، تقترح بلوكس كامله من الكود، تساعدك تعمل ريفاكتور لفانكشنز قديمه، تبني تيستس او كومنتس او حتى دوكيومنتيشنز. ومش كل الناس بتستخدمها بنفس المستوى، في مستويات مختلفه تماما. اول مستوى طبعا اللي بيستخدمها كمجرد اوتو كومبليت لطيف، يخلص لك اسم فانكشن، يقترح لك لوب، يكمل لك باترن انت اصلا فاهمه. ده اضعف وابسط استخدام. تاني مستوى انه يعمل لك فانكشنز او كومبوننتس كامله، تديله وصف واضح، عايز فانكشن تعمل 1 2 3، يرجع لك بامبلمنتيشن كامل وانت تراجع وتعدل. ثالث مستوى انه يساعدك في عمل ريفاكتور وتيست ودوكيومنتيشنز، تقول له الكود ده شغال بس مكركب، رتبه وخليه انضف، طبعا بتفاصيل اكتر مش بالبساطه دي. او مثلا اقترح لي تيست كيسز لللوجيك ده، او اكتب لي دوكيومنتيشنز او كومنتس من الكود اللي قدامك ده. هنا بقى بتستخدمه كمنسق ومراجع مش بس كاتب كود. رابع مستوى انك تكون فاهم ودريان بالمودز، سواء الايجنتس او البلانز وغيره، وتخليه يقرا الفايلز كتير في المشروع، يفهم تقريبا الاستراكشر، وتطلب منه يعمل بلان لخطوات تعديل او فيتشر جديده، وبعدين يبدا ينفذ جزء جزء وانت بتراجع. هنا احنا قربنا من حته ان الاداه شايفه المشروع كله مش مجرد كام سطر كود. المهم في كل ده انك تفهم فكره محوريه، البرمجه بالاي اي هو تعاون ما بينك وما بين الاداه، انت اللي بتفهم المشكله، اللي بتقسمها خطوات، اللي بتختار طرق معينه، واللي في الاخر مسؤول عن الكود ده قدام نفسك وقدام اي شركه. اما الاي اي بيجرب معاك حلول اسرع، يوفر لك وقت في الحاجات المكرره، يديك افكار ما كانتش هتطلع في دماغك بسرعه، فاول ما تبص له كشريك مش كبديل تبدا تشوف امكانياته بجد، وتعرف بعدها تستخدمه من غير ما يبلع شخصيتك كمبرمج. تعال بقى نجاوب على السؤال اللي كل الناس بتساله، ابدا اتعلم اي اي الاول ولا اتعلم اساسيات الاول؟ وهل ينفع استخدم الاي اي وانا لسه مش متاسس في البرمجه؟ وهنرتب مع بعض لازم تكون عارف ايه قبل ما تعتمد على اي اداه ذكاء اصطناعي جوه الكود. في ناس كتير بتسالني نفس السؤال، ابدا اتعلم اي اي ولا اتعلم اساسيات الاول؟ بصراحه السؤال الصح مش كده اصلا، السؤال الصح هو ابدا استخدم اي اي مع ايه بدل ايه. الاي اي مش هينقذك لو انت اصلا مش فاهم ايه اللي بيحصل في الكود، هو بيزود سرعتك بس مش بيكمل
يكمل نقص الاساسيات عندك. خلينا نرتبها ببساطه. لو حابب تستخدم الاي اي في البرمجه في مستوى جونيور محترم لازم تكون قريب منه. اول حاجه فاهم السنتكس للغه اللي شغال بيها، يعني عارف تكتب فاريبلز، داتا تايبس، كونديشنز، لوبس، فانكشنز، لو في بوينترز او غيره. مش لازم تحفظ دوكيومنتيشن، بس على الاقل لما تشوف الكود اللي الاي اي كتبه تبقى فاهم هو كاتب اف ليه وراجع ليه وبتعدي ازاي. تاني حاجه لازم تكون فاهم اللوجيك الاساسي، ازاي تقسم المشكله لخطوات، ازاي تحول خطوات لمجموعه فانكشنز او كلاسز، وازاي تربط الحاجات دي ببعض. تالت حاجه حتى لو بشكل مبدئي لازم تكون فاهم او او بي، يعني كلاس، اوبجكت، ميثود، انهيرتنس. مش لازم باترنز جامده، ولازم طبعا شويه داتا ستراكشرز والجوريثمز، يعني ليستس، مابس، سيتس، وامتى تستخدم ايه، والالجوريثمز المختلفه. ليه الكلام ده مهم؟ عشان لما الاداه تطلع لك الكود تقدر تراجعه، تعدل عليه، والاهم تحس ان في حاجه غلط حتى لو الكود شكله شغال. واحب اطمنك مش لازم تبقى سينيور عشان تستخدم اي اي، بس برضه مش منطقي تعتمد عليه وانت لسه مش فاهم يعني ايه اف ولا فور لوب. خلي الاساسيات شغاله واستخدم الاي اي فوقيها كمساعد ومحفز ليك مش كبديل. وافتكر يا صديقي الاي اي بيزود سرعتك بس مش هيبني الاساس بدالك. الاهم بقى ازاي تمشي بورك فلو واضح خطوه خطوه في مشروع حقيقي، وتدخل الاي اي في كل مرحله من غير ما تسيبه يسوق مكانك. الفرق بين الفايب كودر والمبرمج الشاطر اللي بيستخدم الاي اي ان الاول بيقول له اكتب لي المشروع ده، والتاني بيخليه معاه في كل خطوه من غير ما يسلمه الدركسيون. تعال نمشي كاننا بنبني ميني بروجكت ونشوف ازاي تدخل الاي اي في الورك فلو خطوه خطوه. اول حاجه خطوه الفكره والبلاننج. بدل ما تقعد تايه ابدا منين، اعمل ايه الاول، ممكن تروح للاي اي وتكتب له حاجه زي انا عايز اعمل تو دو اب بسيط بفلاتر، في شاشه ليستس، اضافه تاسكات، فلتر الحاجات الكومبليتد، اقترح لي فيتشرز اساسيه، وقسم لي المشروع لموديولز او ويدجتس او كومبوننتس رئيسيه. هو هنا بيساعدك يحول الفكره لفيتشرز، يديك موديولز واضحه، داتا لاير، يو اي لاير، ستيت مانجمنت. ولو من ناحيه الباك اند طبعا هتقول له عايز اعمل ريست اي بي اي بسيط لنوتس اب بنود جي اس واكسبريس، ايه الاند بوينتس الاساسيه. انت كده استخدمته كحد بيساعدك ترتب تفكيرك، مش حد يبني المشروع في ضغطه واحده. رقم 2 خطوه السكافولدنج. بعد ما الفكره اتقسمت تقدر تقول له بناء على الخطه اللي فوق اقترح لي ستراكشر مبدئي للبروجكت فولدرز اند فايلز مناسب لفلاتر او نود او ايا كانت التكنولوجي اللي انت بتستخدمها، والاركتكتشر لايرز. فهيبدا يقترح لك بقى شكل الفولدرز، الاركتكتشر لايرز، المودلز بقى، سيرفيسز، ويدجتس، راوتس، كنترولرز، مودلز، الحاجات دي كلها اسماء ملفات مبدئيه. انت هنا تاخد منه اللي منطقي وتعدل على حسب الستايل اللي متعود عليه، وده كله بناء على معرفتك الموجوده بالفعل. رقم 3 خطوه الامبلمنتيشن، الكتابه الفعليه للكود. هنا بقى النقطه اللي معظم الناس بتقع فيها، ما تقولوش ابني لي المشروع كامل، خليه يشارك في جزء واحد في المره. مثلا انا عندي موديل اسمه تاسك فيه اي دي وتايتل واس دان، انا عايز فانكشن بدارت تاخد ليست من التاسكس وترجع ليست جديده فيها بس الحاجات اللي الاس دان فيها بترو، مع تيست صغير يتاكد ان الكلام ده كله شغال. او مثلا اكتب لي ويدجت لفلاتر يعرض لي ليست اوف تاسكس في ليست فيو، وكل تاسك فيها تشيك بوكس يغير الحاله. هو يطلع اقتراح، انت تراجع الاقتراح ده تشوفه هل ماشي مع الاركتكتشر اللي انت مختاره ولا لا، تعدل اللي مش مناسبك واستخدمه اكتر في الحاجات المكرره، البويلر بليت او الباترنز اللي هو حافظها اصلا احسن منك. رقم 4 خطوه الديباجنج. حصل ايرور غريب، بدل ما ترمي المشروع من الشباك خد سكرين شوت او كوبي للكود اللي ليه علاقه بالمشكله، خد الايرور مسج، اكتب له تفسيرك انت، ده الكود اللي عندي وده الايرور، انا متوقع انه جاي من النقطه الفلانيه عشان كذا، ساعدني اشوف المشكله فين وفسر لي الايرور بالعربي وببساطه. هنا انت مش بتقول له حلل لي وخلاص، انت داخل بنظره وهو بيكمل الصوره. رقم 5 خطوه التستنج والدوكيومنتيشنز. بعد ما جزء كبير من الكود بقى شغال اطلب منه تيست كيسز، اقترح لي تيست كيسز لفانكشن الفلانيه عشان اتاكد انها بتغطي الحالات دي ودي. اطلب منه دوكيومنتيشن، اكتب له دوكيومنتيشن او كومنتس وضح الانبوت والاوتبوت للفيتشر الفلانيه. وطبعا الايدج كيسز، وطبعا الايدج كيسز دي لازم انا اراجعها، ده بيخلي المشروع اسهل في القراءه بعدين ويسهل عليك الشغل جوه فريق. والنقطه الاهم في كل ده، انت اللي سايق، انت اللي بتقسم المطلوب، انت اللي بتقبل او ترفض اقتراحاته، انت اللي تمسح وتنظف لما تحس ان الكود بقى لازق في بعضه من كتر الكوبي بيست. لما تمشي معاه خطوه خطوه بتحافظ على سيطرتك وبتستفيد من سرعته بدل ما تتحول لفايب كودر مش فاهم المشروع اللي قدامه. خلينا بقى ندخل في التقيل، ازاي تكتب برومبت محترم يخلي الاي اي يطلع لك كود قريب من اللي في دماغك بدل ما تفضل تصلح في اقتراحات غريبه طول اليوم. الاي اي مش بيقرا افكارك، هو بيشتغل على قد البرومبت اللي بتديهوله بس. نفس الاداه، نفس الموديل،
لكن واحد يطلع له كود يقرب جدا من اللي في دماغه، وواحد تاني يقعد يقول الاداه دي وحشه وما بتفهمش، مع ان الفرق الحقيقي في طريقه السؤال. تعال نفهم اكتر. ايه مكونات البرومبت المحترم للمبرمج؟ اول حاجه الكونتكست. ما ينفعش تقول له اكتب لي لوجن سكرين وتستنى نتيجه سحريه، لازم تجاوب له على شويه اسئله جوه البرومبت. ده مشروع ايه؟ موبايل ولا ويب ولا باك اند؟ شغال بايه؟ فلاتر ولا دارت؟ رياكت ولا نود جي اس؟ الجزء ده فين في المشروع؟ دي شاشه جوه اب موجود عندي في مثلا يوزر موديل وفي اي بي اي جاهز للوجن. مثال سريع، انا بعمل فلاتر موبايل اب لاداره تاسكس، انا عايز ابني لوجن سكرين بسيطه بايميل وباسورد، والاوثنتيكيشن عندي بريستفول اي بي اي ودي تفاصيلها. اديني ويدجت لليو اي بس من غير لوجيك ولا انتجريشن مع الاي بي اي. الخطوه الاولانيه هاخد منه بس اليو اي. هنا هو فهم السياق مش شغال في الفراغ، زائد ان انا قسمت له التاسك. تاني حاجه لازم تقول له المطلوب بالظبط، بدل ما تقول اكتب لي كود سورتنج قول له انا عايز فانكشن بدارت تاخد ليست من اوبجكتس اسمها تاسك وترجع ليست مترتبه حسب الكرييتد اد بشكل تصاعدي. كل ما تبقى محدد في الانبوت والاوتبوت واللغه او الفريم ورك والكونتكست ودوره ايه، كل ما الاقتراح هيقرب من اللي انت عايزه. ثالث حاجه القيود او الكونسترينز. البرفورمانس مثلا مهم، لازم يشتغل على فيرجن معين مثلا ماشي بستايل او باترن معين. زي ايه؟ اكتب لي الحل ده ببيج او اوف ان او بيج او اوف لوج ان، وما تستخدمش اي باكج بره الاس دي كي الاساسي. او التصميم لازم يبقى مناسب للدارك مود مع اللايت مود، ويستخدم الثيمز اللي موجوده في المشروع اصلا. رابع حاجه شكل الاوتبوت نفسه، بدل ما تسيبه يشرح ربع ساعه قول له اديني فانكشن بس من غير شرح، من غير هري كتير، او اديني ستيبس الاول وبعد ما اوافق اديني الكود، او عايز يونت تيست كود بس من غير تكرار الامبلمنتيشن. ده بيقلل النويز ويخلي اللي طالع فعلا تستفيد بيه. مثال صغير، برومبت ضعيف مقابل برومبت قوي. البرومبت الضعيف اكتب لي اي بي اي ليوزرز بس كده. اما القوي انا عايز اكسبريس دوت جي اس اي بي اي بسيط ليوزرز، الجيت يوزرز ترجع كل اليوزرز، والبوست يوزرز تضيف يوزر جديد بالنيم والايميل مثلا. استخدم راوتر منفصل وما تضيفش داتابيس حقيقيه، خليه اري في الذاكره، واديني الكود في فايل واحد اسمه users.js. شايف الفرق قد ايه؟ وفي الاخر جمله بسيطه دايما تكسبك كتير. قبل ما تديني الكود النهائي اشرح لي الفكره او الابروتش اللي هتستخدمه في 3 ل 4 سطور، ولو عندك اي سؤال عشان تطلع افضل نتيجه اسالني الاول قبل ما تديني الاجابه. ده يفتح لك دماغك طبعا من جوه مش بره قبل ما تبص على اي سطر. كل ما البرومبت بتاعك بقى اوضح، كل ما الكود اللي يطلع يبقى اقرب للي في دماغك، وتوفر وقت تصحيح ورا الاداه بدل ما تقعد تشتكي منها. الاهم بقى دلوقتي ايه اكتر الاخطاء اللي بتبوظ علاقتك بالاي اي وبتخليك اضعف كمبرمج بدل ما تبقى اقوى؟ الاي اي مش ساحر، واكتر ناس بتقع معاه هم اللي بيستخدموه كانه ماكينه غش مش اداه مساعده. بس قبل ما اقول لك ازاي، ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان نكمل ال 100,000 مشترك الشهر ده. وتعالى نمسك اخطر الغلطات واحده واحده. رقم 1، كوبي بيست من غير ما تفهم. انك تاخد الكود زي ما هو وتحطه في المشروع لمجرد انه بيرن، ده مش مكسب، ده فخ. ليه؟ ممكن يبقى الحل ابطأ بكتير من اللازم، ممكن يبقى معقد زياده من غير سبب، وممكن يبقى غلط اصلا في حالات معينه وانت مش واخد بالك. اي كود يطلع من الاي اي اسال نفسك، لو شلنا الاي اي من الصوره اقدر اشرح السطر ده بيعمل ايه؟ ولو لا محتاج افهم اكتر قبل ما اعتمد عليه. رقم 2، استخدمه كغش في امتحانات او انترفيوز، في اساينمنت الجامعه او في اونلاين تاسك قبل الانترفيو. لو سبت الاداه تعمل لك كل حاجه، انت اللي مش هتعرف تجاوب في التكنيكال انترفيو. انت اللي هتقف اول ما يسالك ازاي الكود ده شغال، ليه اخترت الحل ده. الاي اي هنا مش بيساعدك، الاي اي بس خبى ضعفك مؤقتا وبعدين فضحك بعدين قدام الناس اللي بتقيمك. استخدمه في التعلم، اشرح لي ليه الحل ده احسن من كده، ايه بدائل ممكنه للحل ده، مش في انك تطلع كود انت مش فاهمه على انه شغلك. رقم 3، تسلمه اكسس او داتا حساسه. غلطه ناس كتير انك تعمل كوبي بيست لملف كونفيج فيه سيكريتس او ستاك تريس فيه داتا حساسه، او كود برايفت لشركه شغال عليها وترفعه كله على اي اداه. لازم تبقى عارف البوليسيز للاداه اللي انت بتستخدمها، وتشيل اي سيكريتس كيز داتا شخصيه قبل ما تبعت اي حاجه. اعتبر ان اي حاجه تبعتها ممكن تتسجل، فانت مسؤول تحمي نفسك وتحمي شغلك وتحترم الان دي اي لو موجود طبعا. رقم 4، كل بج حلهولي وخلاص. اي ايرور يحصل تاخد الستاك تريس تبعته للاداه، تاخد الحل وتجري تكمل من غير ما تفهم حصل ايه. كده انت بتحرم نفسك من اهم حاجه في شغلانتنا كمبرمجين، مهاره الديباجنج. خلي الفلو كده، جرب تفهم السبب بنفسك. لما تبعت له اكتب له تفسيرك، انا متخيل المشكله في النقطه دي عشان كذا وكذا. اطلب منه يشرح لي ليه الحل ده شغال وايه سبب المشكله دي. انت كده بتتعلم مش بس بتسد خانه. الطريق الصح بدل كل ده، كل كود يطلع من الاي اي لازم تقراه، تعدل عليه، تسرح بدماغك فيه. اسال نفسك
نفسك اسئله زي ايه العيب المحتمل هنا، ازاي اكتب كود ابسط، وافتكر النقطه دي لسوق العمل. الشركات نفسها هتستخدم AI. اللي هينجح مش اللي بيحاربه ولا اللي سايبه يفكر مكانه 100%. اللي هينجح هو اللي عارف يشتغل معاه، يراجع كوده ويطلع احسن حاجه منه. لو استخدمته غلط بيضعفك، اما لو استخدمته صح بيخليك اسرع واهدى واقوى من غيرك. لكن السؤال الاهم، هل الاي اي هياخد شغل المبرمجين ولا هيخلي اللي فاهم يبقى مطلوب اكتر؟ بص، الشغل مش بيختفي، الشغل بيتغير. زمان كانت الفكره انا مبرمج يعني بكتب كل سطر بايدي. دلوقتي اللعبه بقت اقرب لي، انا مبرمج يعني فاهم المشكله كويس وبستخدم ادوات قويه منها الاي اي عشان احلها باسرع واحسن شكل. مين اللي الطلب عليه هيقل فعلا؟ اللي دوره في الفريق مجرد تنفيذ اوامر، حرفيا يدخل ياخد تاسك يطبق زي ما هي من غير ما يفهم الصوره الكبيره او يفكر في بدايل. ده اللي اي تول مع شويه تمبلتس ممكن تعمله بداله. ومين اللي الطلب عليه هيزيد؟ اللي بيعرف يكسر المشكله، اللي يقدر يمسك فيتشر كبيره يقسمها لموديولز صغيره، اللي يراجع كود طالع من اي اي ويقول الجزء ده كويس، الجزء ده لا، هنا في بج، هنا في فرصه اوبتمايزيشن. اللي شايف المشروع سيستم كامل مش بس فانكشن منفصله. انت بقى تعمل ايه دلوقتي كمبرمج او حد بيبدا؟ يبقى هي مش مجرد يا اي اي يا اساسيات زي ما كنا بنقول الاول. الموضوع بقى اساسيات مع الاي اي. يعني محتاج تظبط اساسيات لغه واحده على الاقل، تفهم لوجيك او بي داتا ستراكشرز في مستوى جونيور محترم، وفي نفس الوقت تبدا تتعود على تولز زي كيرسور، كوبايلوت، تشات جي بي تي، وحتى كلود، وتتمرن تكتب برومبتس كويسه وتدخل الادوات دي جوه الورك فلو بتاعك. ساعتها الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد مكانك، هو جاي ياخد مكان النسخه الضعيفه منك. ظبط كل الكلام اللي احنا قلناه ده وهتبقى في حته تانية. ولو عايز خريطه الطريق عشان تتعلم البرمجه من الصفر لحد ما تشتغل في اقل من سنه، بص على الفيديو ده وبس. يا سيدي، سلام.